اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حلتين محشي كده من الاخر. هنجيب حله فيها زيت وسمنه وورقتين 3 لورا، وهنحط بصلتين 3 كده كبار متخرطين على الايد. وهنحط طماطم مضروبه ومعلقه صلصه والتوابل ملح وبابريكا وفلفل اسود ومكعب مرقه. لحد كده احنا تمام قوي، وهنسيبها تتسبك. تمام. هنقسم بقى الخلطة ديت لجزئين، جزء للكرنب وجزء لورق العنب. بتاع الجزء بتاع الكرنب هنزود بس فيه كمون، انما الورق العنب مفهوش كمون طبعا. بس ده بس الفرق ما بين الخلطتين. هنحشي هنا هو الكرنب، مفيش اسهل منه. حلة حطينا فيها ورق كده من الكرنب وجزر. تمام. ولو في طماطم تمام. بس مفيش اسهل من لفه ومن الحشو. يعني الحشو بتاعه زي ما انت شايفه كده. سلقنا طبعا الكرنبه بالطريقه المعتاده كده اهو. الحمد لله خلصنا حله الكرنب. يلا بقى نعمل حله الورق العنب. فيها جزر وفصين 3 توم وبصلايه، وفيها ملح وفلفل اسود، مدعوكه في ملح وفلفل اسود. تمام. دي طريقه الحشو بتاعه الورق العنب، خلصناها. تمام. هنا بقى عايزين شوربة دسمة وتكون يعني حلوة، نسبة الدسم بتاعتها كويسة. هنحط معلقة صلصة ومكعب مرقة وفلفل اسود وملح. ظبطي وشوية سكر. ظبطي بقى الدنيا في الشوربة عشان تبقى ايه، المحشي بتاعك متطعم كده. ونفس الكلام. للكرنب عندك الورق العنب، احنا هنحط الشوربة لحد قبل الصف الاخير. ما تزوديش، لان في طبعا ورق العنب والخضرة وكل الخلطة دي بتنزل مية، فالموضوع ما يوسعش منك او الشوربة ما تكترش منك. تمام. الكرنب الصباع الاخير يتغطى بس بالشوربة، يغلوا وتوطي عليهم وبألف هنا. وما تنسيش معلقة السمنة البلدي على وش الكرنب في اخر 5 دقايق، ونص ليمونة على حلة الورق العنب في آخر 5 دقايق. وبألف هنا على قلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.